واخيرا وصلنا لدور الربع النهائي من كأس افريقيا 2025. والفرق كاملين اللي صعدات فرق قويه، ولكن بغيت نهضر على واحد المنتخب اللي ثار الاهتمام ديالي انايا. نيجيريا كتأكد للجميع بانها منتخب مرعب هجوميا. كميه الفرص اللي كتخلقها في الثلث الاخير ديال الخصم ماشي طبيعيه، وما كيفرقش معاها شكون المنافس. في الماتش اللي لعبوا ضد الموزمبيق لعبوا وكأنهم في حصه تدريبيه. نيجيريا عندها ثلاثي هجومي ناري كيتكون من اوسيمين ولوكمان وادنز. الثلاثي هذا قادر يهز اي دفاع ويخلع اي خصم. النسور ما لقاو حتى شي صعوبه في التأهل لهذا الدور هذا، بعكس بعض المنتخبات اللي لعبت قبل منهم. والحاجه الزوينه في نيجيريا هي الاصرار على صناعه الفرص والتسجيل، واخا هما رابحين بواحد الفريق اللي مريح. وهذا دليل على الفكر الهجومي اللي كيمتلكو المالي إيريك شيل، مدرب صراحه اللي واخا فشل في التأهل لكأس العالم، ولكن بصم على واحد المشوار اللي زوين في هاد كأس افريقيا. وكتسناهم واحد المباراة صعبة ضد خصم اللي هو بحالهم تقريبا في نفس المستوى اللي هو المنتخب الجزائري. ويمكن نعتبروا هذا هو المقياس الحقيقي ديال قوة المنتخب النيجيري أو قوة المنتخب الجزائري، حيت بجوج أوج العطاء ديالهم وكيتواجهوا في دور الربع النهائي. يعني نقدر نقول لك أنه اللي خرج من هذه المواجهة هذه عنده حدود 70% أنه يقدر يكون هو البطل، حيت صراحة المنتخبين بجوج مقنعين لواحد الدرجة اللي كبيرة.